السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم سوينا كبة حلب وكبة بوتيتا وكباب عروق. تعالوا أقولكم وصفتي بهاي الأكلات، بس أول شي اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وانطوني لايك. أول شي نجيب التمن ونغسله ونحضره على مود نسوي بيه العجينة مال كوباية حلب. نغسله بعد مرة لأن التمن أنا ما عرفت، كانت بيبيت الله يرحمها تقول لازم نغسله 3 مرات ما ينظف. نجيب كوبين ماي، كوب كبير طبعا حجم كبير، ونخلي معلقتين معجون، أسوي العجينة حمراء. أنا اللي يريد صفرة يخلي كركم بدال المعجون، واللي يريدها بيضة ما يضيف أي شي، بس ملح وماجي. خلينا كاري، خلينا ماجي، بعد نخلي ماجي، خلي كمون، خلي ملح، ونتركه لحد ما يفور حتى نجي نضيف له التمن. قبغوا وتركوه. هنا فار، نجيب التمن اللي غسلناه ونخليه وننطيه تقليبة سريعة ونقبغه ونعوفه لحد ما ينشف. وراح نسوي كبة بوتيتا هم. فشنو لازم نسوي؟ نغسل البوتيتا ونسلقها. تعرفون البوتيتا كلها رمل وهاي، فلازم تنغسل قبل ما تنسلق. نغسلها 2-3 ونخلي لها مي حار ونخليها على النار ونعوفها. هاي الشغلات اللي راح احتاجها للحشوة مال كبة البوتيتا وكبة الحلب. نجيب البقدونس نثرمه ناعم كلش، نظل نعيد عليه لحد ما نشوف كلش ناعم صار. وهسه نثرم البصل. البصل همات كلش ناعم على مود ما يجرف الكوباية، يعني الكوباية إذا كانت القيمة مالتها خشنة تنزرف انتو تكبرون. نثرمه كلش ناعم. نجيب طاوة نحميها ونحط بيها شوية زيت ونخلي البصل، خلي البصل شوية يحمى، ننطي تقليبة. وهسه نجيب اللحم نخليه عليه. وهسه نخلي البقدونس مو كله، نخلي نصه لأن النص الثاني راح نستخدمه بالكباب العروق. الكبة ما تحتاج أكثر من هيك. خلي ملعقة كبابة. هسه نخلي كبابة ونخلي ملح بعد شوي من الملح،
ونخلي فلفل أسود وننطيه تقليبة على مود البهارات والملح تصير على كل اللحم والبصل. نقلبه زين. يا سلام على الريحة، طبعا أكثر ريحة تطلع هي ريحة الحشو مع الكبة. دايما من الجوارين يسوون، فالفرع كله يصير ريحة الكبة. نقلبه كلش زين. طبعا ما نتركها ونروح لأن بسرعة تلزق. هنا استوت بعد ربع ساعة من على النار، استوت. نطفي عليها ونتركها تبرد ونروح نشوف التمن. وهنا التمن هم نشف النص جواته، ونقلبه ونرجع نقبغه ونتركه يتهدر زين، يعوزه فد 10 دقايق. هنا نجي نثرم المواد مالت الكباب اللي هي الشفتايات في بعض الأماكن. نثرم البصل كلش ناعم ونخليه ويا البقدونس، ونجي نثرم الفليفلة هم كلش ناعمة. نخلص الفلفل الأخضر ونبدي نثرم الطماطة. هنا خلصنا ثرم كل المواد. هسه نجي نخلطهم كلهم سوا، نفرغ الفلفل الأخضر والطماطة والبقدونس والبصل. البقدونس معناتها معدنوس بعض الأماكن يسمونه. ونخلي اللحم المثروم ونخلي الجريش. هاي الأشياء اللي راح نستخدمها. هسه نضيف بهارات كاري وماجي وكبابة وملح. بعد شوية ملح وفلفل أسود همات بعد شوية. ونخلي معلقتين معجون طماطة، ونخلي الجريش اللي يستخدموه بالكبة، ونخلي طحين، ننطيها تقليبة ويا المواد. وهسه نروح نعجنها عجنة زينة ونرجع لكم لأن لازم تنعجن. وهنا بعد ما عجناها صارت جاهزة للقلي. والحشوة مالت الكبة ما بردت والتمن استوى. هسه نروح نفرغن بردة على مود نحلجه ونعجنه. فرغناه ننتظره يبرد فد 10 دقايق ونحطه بالخلاط. خلاط الشربت تسوين بيه عجين كبة، خلاط الشربت. والعصير أسوي بيه عجين كبة. كلش سريع وسهل، بس ما تحطون بيه شغلات ثقيلة. يعني التمن أنا دا أخلي شوية شوية وبردته ويا شوية مي فما يأثر. جينا خلينا عليه نشا وعجناه وصارت جاهزة.
هسا نقشر البوتيتا اللي سلقناها على مود نعجنها، كلش حارة وإذا احترقت نقشرها ونرجع. هاي الهزة مال حرقة. هسا نقطعها مكعبات حتى هم نروح نخليها بالخلاط. كلش زين انسلقت. هي البطاطا مالكم لازم بهالشكل تكون مسلوقة، تكون لينة. وهسا نخليها بالخلاط. نحلجها وأرجع لكم. وهذا شكلها بعد ما حلجناها. خلي لها كاري وخلي لها ماجي ونخلي لها ملح، ونخلي هواية ملح شوية لأن البوتيتا تمتص الملح. ونخلي لها بسكت مبروش، بقسم مو بسكت، بقسمات هذا اليابس مبروش. ونخلي لها نشا شوية كثروا لأن البوتيتا تصير لينة، فالنشا يخليها تتماسك ويخليها تطلع مقرمشة. هو بقسم المطحون. ونخلي فلفل شوية. عجناها طبعا وكملناها. هسا نجي الفقرة التكبيب. نبتدي بكبة الحلب. خلي الحشوة بداخلها. خلصنا أول كوباية، نسوي الثانية. راح أسوي كم وحدة وياكم وأكمل باقي الكمية وحدي حتى ما تملون، لأن الكمية مو قليلة، مو مال كلها أسويها على الكاميرا. نسوي 2 مال حلب و2 مال بوتيتا. أنا طبعا كوباية حلب ما أسوي مدورة أبد، أحب الطولانيات بهالشكل بس أسويهم. هسا نسوي مع البوتيتا. مع البوتيتا أسهل، كلش لينة وحلو الشغل مالتها يصير. حتى الحشوة داخلها ونسد حلقها كلش زين، لازم نسدها حتى ما تنفتح. وندورها بهالشكل. هاي كبة البوتيتا. نسوي بعد وحدة مع البوتيتا. خلوا ايدكم مزيتة حتى ما تلزق العجينة.
بعد باقي نكمل ونرجع. هسه كملنا التكبيب واجا دور التحميص، قليناهم. جيت اسوي زلاطة، نقطع شغلات السلطة كلها. وهذا شكل السفرة لليوم. أتمنى يكون نال إعجابكم، وإذا حبيتوا الفيديو ادعموني بلايك وفعلوا زر الجرس، وفي أمان الله.